يعني أول النقاط شاهد في هذه المباراة عبيدة عامر أولى النقاط في هذه المواجهة، وبالتالي يتقدم نفط الشمال بنقطتين. عمال نينوى تمرير عن طريق حمزة محمد واحد من أبرز اللاعبين، عبيدة سامي من جديد إلى أحمد جمعة القادم من صفوف نادي الحلة، وبالتالي فاست بريك سريع لمصلحة نفط الشمال ونقطتين محاولة ولكن ضاعت ومرت وعدت والصراع يستمر. بهذه اللحظات التمريرة تصل من جديد لمصلحة عمال نينوى. في هذه اللحظات حمزة محمد يحاول من تحت السلة يمرر أكرم محمد. الله على هذه الثلاثية، 3 بوينتس رائعة وجميلة في هذه اللحظات لمصلحة فريق نادي عمال نينوى، يسجل 3 نقاط في بداية المشوار في هذه المباراة. محمد حيدر يبحث عن مساندة، يبحث عن زميل، تمريرة وبالتالي محاولة ونقطتين ولكن ضاعت وعدت. تعود الحيازة من جديد، تمريرة تصل إلى عبيدة عامر، إلى ليث جندي يحاول من تحت السلة وبالتالي ضاعت أيضا من جديد. تصل إلى عبيدة سامي. عمال نينوى يحاول. سادتي الأحبة في هذه المباراة وقاعة زاخو التي تحتضن هذه المباراة المهمة، هي المباراة السادسة لكلا الفريقين. حمزة محمد نقطتين 2 بوينتس رائعة وجميلة في هذه اللحظات لمصلحة عمال نينوى. عمار وليد تمريرة إلى الجهة القريبة، مصطفى فرهاد يحاول من تحت السلة، الريباوند الحاضر من جديد وبالتالي الحيازة لمصلحة فريق عمال نينوى في هذه اللحظات. هذا هو حمزة محمد القادم من صفوف نادي الحلة وسبق وأن مثل أندية الشرطة ودجلة الجامعة 34 سنة. حمزة محمد وأيضا أحمد جمعة القادم من صفوف نادي الحلة. يحاول حمزة من تحت السلة يمرر حسين زهير والريباوند ولكن المتابعة الميدانية الدفاعية الحاضرة من فريق نادي نفط الشمال. عمار وليد ونقطتين وأيضا ضاعت وعدت ويستمر إهدار النقاط، وبالتالي إهدار النقاط يكلف الفريقين الكثير في مثل هذه المباراة. هذا وحسين زهير يتحدث مع المدرب الكابتن فواز فاضل مدرب فريق نادي عمال نينوى في هذه المباراة المهمة كما ذكر لكم في هذه المجموعة. من جديد لمصلحة نادي نفط الشمال يحاول عمار وليد من تحت السلة ونقطتين جديدة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال عن طريق الليث جندي اللي شاهد الآن في الصورة، اللي سبق وأن لعب لأندية القوة الجوية السماوة ونادي سولاف. عودة إلى حمزة محمد. الكوارتر الأول من الشوط الأول سادة الأحبة من هذه المباراة، مرور من تحت السلة وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال في هذه اللحظات. هذا هو محمد حيدر اللي سبق وأن مثل أندية الناصرية والتضامن والحلة في هذه اللقطات. والإعادة من جديد عبيدة سامي يمرر باتجاه حمزة محمد، حسين زهير من تحت السلة ولكن أيضا عدت ومرت، وبالتالي يتحدث مع الملاك التدريبي في هذه اللحظات. هذا هو أيضا الدكتور عمر خليل مدرب فريق نادي نفط الشمال. تمريرات محاولات تستمر لكلا الفريقين. حمزة محمد تمريرة ومن تحت السلة اختراق من العمق، وبالتالي أيضا الريباوند الحاضر في هذه اللحظات عن طريق مصطفى آزاد 23 سنة. عمار وليد يحاول مصطفى فرهاد ولكن أيضا هذا هو الفاست بريك، محاولة عن طريق المتميز دائما أحمد جمعة المتميز والمتألق. هذا هو شقيق اللاعب أيضا حيدر جمعة. عمال نينوى 7-4 نقاط حتى الآن خلال الكوارتر الأول من هذه المواجهة. عمار وليد محمد يمرر مصطفى فرهاد يحاول التصويب من بعيد ولكن عدت، تعود والمتابعة الميدانية الحاضر وأيضا تلتقط عن طريق مصطفى عقيل. عادت من جديد للفريق الأحمر من تحت السلة وبالتالي أيضا
يبدو هناك خطأ في هذه اللحظات. تستمر المباراة واللحظات الأولى من عمر هذه المواجهة. شوف التدخل عبيدة عامر، دخول مميز من تحت السلة، ولكن ينقص هذا الدخول التو بوينتس اللي كان بالتأكيد هي مطلوبة في مثل هذه اللحظات. فاول شوت لمصلحة هذا اللاعب مصطفى فرهاد 26 سنة، متر 80 سنتيم. وأيضا هذا هو عبيدة عامر فاول شوت ينجح في الرمية الحرة الأولى بمنتهى الثقة، يضع أولى النقاط، وبالتالي يبحث عن المزيد، يبحث عن التصويبة الناجحة الثانية. التصويبة بالتالي رمية حرة أيضا ناجحة لمصلحة الفريق الأحمر عن طريق عبيدة عامر 23 سنة، وبالتالي يتواصل اللقاء. أحمد جمعة يمر إلى حمزة محمد، لاعبين مميزين في تشكيلة فريق نادي عمان نينوى. هناك حمزة محمد وأيضا أحمد جمعة اللي سبق وأن مثلوا فريق نادي الحلة، أبدعوا وتألقوا مع الحلة في جميع المباريات في المواسم السابقة. محاولة وانطلاقة عن طريق عمار وليد، من الممكن الآن، من الممكن وتو بوينت جديدة عن طريق عبيدة عامر سادتي الأحبة في هذه اللحظات، وبالتالي يتواصل التألق. شوف الدخول، شوف المرور، شوف الانسيابية العالية عن طريق، وأيضا بيرسونال فاول، خطأ شخصي لمصلحة فريق نادي عمال نينوى في هذه اللحظات. تدخل، شوف هذا اللاعب أحمد جمعة مميز في كل شيء، لاعب يمتلك المؤهلات الفنية الراعية والصراع على الكرة عن طريق مصطفى عقيل. حمزة محمد دخول من تحت السلة، تمريرة، وأيضا 2 بوينتس رائعة وجميلة. مصطفى عقيل 24 سنة، نشاهد الآن في الصورة مصطفى عقيل، نقطتين جديدة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى في هذه المباراة. عبيدة عامر، عمار وليد، محمد حيدر إلى ليث جندي، تصويبة ولكن تعود من جديد. يحاول عمار وليد محمد من تحت السلة، وأيضا المتابعة الحاضرة، لا تزال الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. التصويبة، ولكن إحسان زهير المتابعة الميدانية الحاضرة، تمرير عن طريق حمزة محمد، وأيضا هذا هو اللاعب عبيدة سامي، لاعب منتخبنا الشبابي المتألق دائما. عمار وليد محمد، تمريرة تصل إلى محمد حيدر، وبالتالي يستمر ضغط الفريق الأحمر على أمل أن يحقق أول نتائج الفوز في هذا الموسم، في هذا دوري كرة السلة للمحترفين. نفط الشمال سادتي الأحبة خسر 5 مواجهات في جولة الإياب، وبالتالي هذه جولة الإياب، خسر في جولة الذهاب، لذلك في جولة الإياب يبحث عن تعويض الخسارات، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تحسين للموقف في لائحة فرق المجموعة التي يحتلها نادي نفط الشمال في المركز السادس ب5 نقاط. مباراة التعويض لمصلحة نادي نفط الشمال عمال نينوى صاحب المركز الرابع سادتي الأحبة برصيد 7 نقاط، حقق الفوز في مباراتين، وهذا هو فاول شوت لمصلحة الفريق الأبيض، ينجح من خلال عبيدة سامي، لاعب منتخبنا الشبابي، وأيضا شارك مع منتخبنا في غرب آسيا 2004، 22 سنة، متر 95 سنتيم. هذا اللاعب يخفق في التصويبة الثانية، يخفق، وبالتالي عودة الحيازة لمصلحته. مصطفى فرهاد، التمريرة من بعيد، وبالتالي محاولة الدخول من تحت السلة، وأيضا عدت ومرت. كثرة المحاولات والتصويبات من تحت السلة، ولكن عدم وجود الدقة في التصويب. الثلاثية، الله 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 عليك يا ليث جندي، والثلاثية الرائعة والجميلة، مع أيضا وجود خطأ لمصلحة فريق عمال نينوى في هذه اللحظات. حلوة لليث جندي في اللقطة الماضية، وأيضا توغل سريع عند، شوف هذا اللاعب
شوف هذا اللاعب عبيدة سامي، وبالتالي يحصل على فاور شوت. عبيدة سامي هو لاعب أيضا متميز في تشكيلة عمال نينوى، وبالتالي يخفق في الفاور شوت الأول. إخفاق في الرمية الحرة الأولى لمصلحة عمال نينوى عن طريق عبيدة سامي لاعب منتخبنا الشبابي. عبيدة يحاول يحصل على نقطة جديدة، وبالتالي الحيازة تعود من جديد. مصطفى فرهاد خامس موسم مع نفط الشمال في كرة السلة، للموسم الخامس مصطفى فرهاد دخول من تحت السلة، والله على هذا الاسيست. وأيضا هناك خطأ بيرسونال فاول لمصلحة الفريق الأحمر، وبالتالي سقوط على أرضية الميدان. سلامات إلى ليث جندي اللي شاهد الآن في الصورة، 26 سنة. ليث جندي شوف هذا التمرير، عبيدة عامر يمرر، ولكن هناك خطأ فاول شوت لمصلحة فريق نادي نفط الشمال اللي خسر أولى المواجهات أمام هذا الفريق في جولة الذهاب أمام أيضا عمال نينوى 59 مقابل 55 نقطة. هي مباراة التعويض، وبالتالي ليث جندي يحقق فاور شوت أول، نقطة جديدة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال اللي أيضا خسر أمام زاخو 76-60، خسر أمام غاز الشمال 65-61، وأمام الدفاع الجوي ب90 مقابل 34، وأيضا أمام سابي 92-65. ويفتتح افتتاح المشوار في جولة الإياب أيضا أمام عمال النينوى في هذه المباراة. يحاول حمزة محمد يمرر في الجهة البعيدة، عبيدة سامي، أحمد جمعة المتألق يحاول الدخول والمرور من تحت السلة والمتابعة المميزة، وبالتالي الحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأحمر نفط الشمال. حديث من قبل مصطفى عقيل مع الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم، وبالتالي من جديد نفط الشمال البحث عن الفوز، وبالتالي الابتعاد عن المركز السادس في هذه المجموعة. محمد حيدر يحاول يمرر استلام عن طريق مصطفى فرهاد، البحث عن التصويب الثلاثية ولكن لم تنجح. المتابعة جيدة والريباوند الحاضر في هذه اللحظات والصراع على الكرة، وبالتالي التمريرة لا تزال حاضرة والبحث عن الثلاثية، التصويبة وأيضا المتابعة المميزة عن طريق حمزة محمد. عمال نينوى من جديد أحمد جمعة يمرر إلى حمزة محمد، تفاهم كبير ما بين هؤلاء اللاعبين، والثلاثية التصويب. الله 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 عليك يا عبيدة، حلوة لعبيدة سامي، حلوة لعبيدة سامي، أيضا لاعب مميز ويتحرك في جميع الجهات، شوتر مميز في صفوف نادي عمال نينوى. التلاعب بالدفاعات، عبيدة يبحث عن مرور، عبيدة عامر وإخفاق والمتابعة حاضر، عمار يمرر اسيست رائع وجميل من تحت السلة. الله على هذه النقطتين الجميلة عن طريق محمد حيدر، 29 سنة هذا اللاعب، 29 سنة. أحمد جمعة شقيق مدرب ولاعب الحلة السابق الدكتور حيدر جمعة، عائلة رياضية معروفة في كرة السلة. وأيضا هناك منجد حيدر جمعة يلعب في صفوف نادي نفط ميسان، اللاعب المحترف في الدوري السعودي، يتواجد أيضا في دوري كرة السلة المحترفين العراقي في هذا الموسم. عمار وليد، عبيدة عامر، مصطفى فرهاد، الثلاثية الحاضرة كادت أن تكون، والتصويبة لم تكتمل اللقطة، تعود إلى حمد جمعة. أحمد جمعة حلو يتلاعب يمر، وبالتالي يحصل على خطأ هذا اللاعب. 15 مقابل 14 لمصلحة نادي نفط الشمال. نفط الشمال يتفوق بفارق نقطة واحدة في هذه المباراة، لقاء المرحلة الأولى كما ذكر لكم، مع هذا الفاور شوت لمصلحة أحمد جمعة. حاول أن يدخل اختراق مميز ولكن يحصل على
خطأ، وبالتالي فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب في هذه اللحظات. هذا هو أحمد جمعة، تألق في مباريات المرحلة الأولى جولة الذهاب، وبالتأكيد تألق حاضر خلال جولة الإياب ويصوب، ولكن إخفاق في الرمية الحرة الأولى في هذه اللحظات. ولمصلحة عمال نينوى كان من الممكن أن يكون هناك نقطة جديدة. مع هذه النقطة التعادل يعود من جديد 16-16 لكل فريق. نفط الشمال البحث عن الفوز الأول من خلال بوابة عمال نينوى، الطامح إلى تجديد الفوز اللي حققه خلال المباراة اللي جمعت الفريقين في جولة الإياب. وبالتالي مؤمل حسين تصويبة غير ناجحة وغير مضبوطة، وبالتالي الحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأبيض. أحمد جمعة يبحث، أحمد يمرر تمريرة باتجاه حمزة محمد، اختراق وتوغل من تحت السلة. الله، الريباوند يعني المميز حقيقة عن طريق ليث جندي، وبالتالي هناك إخفاق عن طريق عبيدة عامر. سادتي الأحبة، نهاية الكوارتر الأول من الشوط الأول بتعادل يجمع ما بين عمال نينوى ونفط الشمال، ونبحث عن المزيد من الإثارة خلال ما تبقى من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. شوف عبيدة عامر، ارتقاء مميز، نقطتين جميلة في هذه اللقطة، بعض اللقطات المميزة، وهذا الثري بوينتس أيضا المميز عن طريق عبيدة سامي. وبالتالي الثلاثيات كانت أيضا حاضرة رغم قلتها في الكوارتر الأول من عمر هذه المباراة. التوغل وبالتالي إحراز نقطتين جديدة. شوف عبيدة عامر، ليث جندي بكل ثقة وبكل أريحية يضع نقطتين جديدة. المتألق الآخر أحمد جمعة من تحت السلة وبكل ثقة أيضا يضع نقطتين لمصلحة عمال نينوى، مع تألق عبيدة عامر في الفاول شوت. وهذا التألق الآخر واللقطات التي تستمر من قبل مخرج المباراة لهذه المواجهة التي تجمع ما بين عمال نينوى نفط الشمال وقاعة زاخو التي تستضيف أولى المباريات في جولة الإياب لدوري كرة السلة المحترفين لهذا الموسم. قاعة نادي زاخو، هذه القاعة اللي عودتنا دائما الحضور الجماهيري الكبير من خلال المباريات اللي تقام من خلالها على هذه القاعة، وتألق وحضور جماهير زاخو الكبيرة في جميع المباريات، وتحديدا مباريات نادي زاخو اللي راح يخوض مباراة بعد ساعتين تقريبا أمام نادي سابيس. وبالتالي زاخو وصيف هذه المجموعة يبحث أيضا عن استغلال عامل الأرض والجمهور والمساندة والمؤازرة لتحقيق المزيد من الانتصارات، وبالتالي مواصلة المشوار على أمل الوصول إلى مراكز متقدمة في هذه البطولة في هذا الموسم. ونقطتين جميلة عن طريق ليث جندي في اللقطة الماضية، حلوة لليث عمال نينوى. وبالتالي أيضا هناك فاور شوت لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. الترقب واضح سادتي الأحبة، يحاول عمال نينوى، يحاول حمزة محمد اختراق عن طريق عبيدة، وبالتالي بكل ثقة الله يا عبيدة بانسيابية عالية باحترافية عالية يمر من تحت السلة ويضع 2 بوينتس جديدة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى في هذه المواجهة. الكابتن فواز فاضل، عمال نينوى هذا هو الموسم الأول في دوري الممتاز، دوري كرة السلة المحترفين لمصلحة فريق عمال نينوى بعد غياب استمر 15 سنة. نعم، بعد غياب 15 سنة يعود فريق عمال نينوى من محافظة نينوى الحبيبة إلى العودة، وبالتالي التألق خلال مشوار دوري كرة السلة للمحترفين والتايم أوت في هذه اللحظات. وبالتالي انتظار المزيد من التعليمات
من قبل مدربي الفريقين الكابتن فواز فاضر مدرب نادي عمال النينوى، وأيضا نفط الشمال الدكتور عمر خليل، وأيضا هناك المساعد الآخر محمد خير الله. تستمر التوجيهات نفط الشمال والبحث عن الفوز الأول، والطاقم التحكيمي لمواجهة هذا اليوم هوار حسن، كارزان عمر، مروان جهاد الحكم الدولي الوحيد المتواجد في هذه المباراة، وأيضا هناك المراقب الفني سمير محمد علي تلقي التعليمات وبالتالي معالجة الخطط. عمال نينوى أيضا ينتظر بعض التوجيهات خلال هذا التايم أوت، الوقت المستقطع لهذه المواجهة. الشوط الأول وأيضا حكام الطاولة وقاعة زاخة وسادتي الأحبة، وبالتالي ننتظر استئناف هذه المباراة كي نصل إلى ختام الشوط الأول من هذه المواجهة. هناك أيضا مباراة غاز الشمال مع الدفاع الجوي في تمام الساعة 8 سادتي الأحبة، وجميع المباريات سوف تكون منقولة. حتى الآن التعادل 17 لكل فريق، سكور جيد حتى الآن في هذه المباراة 17 على الرغم من ضعف السكور، ولكن يعتبر جيد في القياسات الفنية للفريقين. محاولة مؤمل حسين يبحث، يعود مصطفى فرهاد التصويبة، ولكن انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي عمان نينوى. 17 مقابل 17 سكور ضعيف في ظل الإمكانيات الفنية المعروفة لكلا الفريقين. نتمنى أن نشاهد إمكانيات فنية أكبر خلال ما تبقى من عمر هذه المواجهة. حمزة محمد، دخول أيضا اللاعب الآخر إبراهيم محمد في صفوف عمال نينوى. أكرم محمد لاعب المنتخب الشبابي أيضا الحالي في صفوف عمال نينوى، وبالتالي اختراق حاضر عن طريق عبيدة عامر، يمرر تصل إلى مؤمل حسين، مؤمل يحاول مصطفى فرهاد عمال النينوى، واعثار وبيرسونال فاول وخطأ شخصي، سلامات وسقوط على أرضية الميدان، سلامات للاعب عمال النينوى في الجهة البعيدة من الملعب. دخول مؤمل حسين يحمل رقم 1، لاعب اللي سبق وأن مثل أيضا أندية التضامن النجفي، نادي الكرخ، السماوة، نفط ميسان، لاعب شاب 22 سنة، وبالتالي الرقابة باتجاه هذا اللاعب. حمزة محمد القادم من صفوف النادي الحلة اللي أيضا يخوض مباريات سادتي الأحبة في المجموعة الثانية اللي أيضا انطلقت الآن مبارياتها في العاصمة الحبيبة بغداد، وتحديدا في قاعة الأرمني، ونقطتين جديدة عن طريق إبراهيم محمد يحرز نقطتين جديدة لمصلحة عمال نينوى. إبراهيم محمد 2 بوينتس. مصطفى فرهاد مثل جامعة كركوك ونادي الثورة الكركوكلي، وأيضا هناك العديد من الأندية. الله على هذا المرور، وبالتالي فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب، فاور شوت لمصلحة مؤمل حسين. هناك العديد من الأندية في كركوك، واحد حزيران، الثورة الكركوكلي، وبالتالي العديد من الأندية، جامعة كركوك والأكاديميات، وأيضا هناك العديد من المواهب التي حاضرة دائما في كل المباريات في هذه المحافظة. مؤمل حسين فاور شوت أول لمصلحة نفط الشمال، ينجح في الرمية الأولى، يبحث عن النجاح في الثانية. مؤمل حسين 22 سنة، نعم وبكل ثقة ينجح، وبالتالي نقطتين جديدة لمصلحة الفريق الأحمر. هذا هو أحمد جمعة صانع الألعاب المميز في تشكيلة فريق نادي عمال نينوى، يحاول يصوب، والمتابعة الحاضرة عن طريق الليث جندي. مؤمل نفط الشمال مصطفى فرهاد، موسم 5 مع سلة نفط الشمال، هذا هو مصطفى. ليث جندي، عمار وليد، وبالتالي الفاست بريك أحمد جمعة، ونقطتين جميلة وجديدة، حلوة لأحمد جمعة،
حلوة لأحمد جمعة، وبالتالي نقطتين جديدة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. يحاول أن يعوض، نعم يعوض من جديد مؤمل حسين ويضع نقطتين جديدة. التعادل لا يزال حاضر سادة الأحبة مع بقاء 6 دقائق لمجريات الشوط الأول. التعادل لا يزال حاضر. حمزة محمد نفط الشمال يحاول مؤمل، وبالتالي شوف هذه الخدعة وهذه اللقطة الجميلة عن طريق الليث جندي، التمويه الجميل، وبالتالي الحصول على نقطتين جديدة من تحت السلة لمصلحة نادي نفط الشمال. حمزة محمد يبحث عن المرور، يبحث عن التصويبة الثلاثية، ولكن أيضا عدت ومرت، وبالتالي هذا هو حمزة محمد، وتستمر المباراة، وبالتالي تعود الحيازة من جديد لمصلحة الفريق الأحمر. هذا هو مصطفى فرهاد يبحث عن المرور، يبحث عن الاختراق، تمريرة متقنة، باس مميز، نقل كرة إلى هذه الجهة القريبة عن طريق عمار وليد، اختراق وارتقاء، ولكن المتابعة أيضا حاضرة ومميزة، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. اعتراض من قبل هذا اللاعب أحمد جمعة، اعتراض على اللقطة الماضية. يبحث ليث جندي، وأيضا يحرز 3 نقاط، 3 بوينت جميلة عن طريق جندي. حلوة يا جندي، حلوة ممتازة وجميلة. هذه ال3 نقاط تعطي حلاوة كبيرة لمباريات دوري كرة السلة العراقي. يحاول 3 بوينتس، ولكن التصويبة ضاعت التصويبة، ارتداد سريع، نقل كرات مميز عمار وليد، وبالتالي الريباوند الحاضر عن طريق إبراهيم محمد، وبالتالي هناك أيضا نقطتين جديدة، وبالتالي هناك وقت أيضا أو تايم أوت حاضر سادتي الأحبة. تايم أوت، وقت مستقطع الآن لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. تايم أوت لمصلحة نفط الشمال. الدكتور عمر خليل. تستمر المواجهة، التقارب في السكور ما بين الفريقين كما حدث خلال مباريات جولة الذهاب. كان 59 مقابل 55 نقطة لمصلحة عمال النينوى، لذلك كان هناك الفارق البسيط 4 نقاط هي من حسمت اللقاء الأول، وحتى الآن نشاهد هذا السكور من النقاط والتقارب الواضح، وبالتالي من يستغل النقاط من تحت السلة والثلاثيات التي قد تكون حاضرة خلال ما تبقى من عمر المباراة سوف يحسم هذه المواجهة. تستمر المواجهة وتستمر التوجيهات لمعالجة الأخطاء، وقد يغير بعض اللاعبين. أكرم محمد 5 دقائق 15 ثانية، 28 مقابل 21، الفارق بسيط من النقاط ما بين الفريقين، الفارق بسيط لمصلحة نفط الشمال. يبحث كما ذكرنا لكم عن أول فوز خلال مشواره في هذا الموسم 2026. الحيازة لمصلحة نادي عمان نينوى. حمزة محمد، أحمد جمعة، أحمد يمرر اختراق من تحت السلة، وبالتالي ضاعت وعدت. شوف عدم الدقة، وبالتالي ضياع المزيد من النقاط. مصطفى فرهاد يحاول مؤمل، يمر مؤمل، اختراق من طريق مؤمل، وبالتالي الثلاثية الحاضرة، ولكن الريباوند عن طريق عبيدة سامي عمال نينوى. يبحث عن تقليص الفارق قبل أن يتسع السكور ما بين الفريقين، المرور بكل حرفنة، وبالتالي من جديد، وأيضا يخفق أكرم محمد مسافة قريبة جدا من تحت السلة، وبالتالي تكلف الفريق الكثير من النقاط. عمار وليد، تمريرة مصطفى فرهاد، عمار
عمار وليد، عمار يحاول يمرر باص مميز، وبالتالي التصويب الحاضرة وأيضا ضاعت وعدت، ضاعت وعدت، وعودة وانطلاق كرة خلفية، ولكن تعود من جديد لمصلحة الفريق الأبيض. أكرم محمد، عبيدة سامي، عبيدة يمرر إلى أكرم محمد، أكرم محمد 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني. أحمد جمعة يبحث عن المرور. الله 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 الله، حلوة يا أحمد جمعة، بكل ثقة، بكل ثقة. أحمد جمعة يضع نقطتين جديدة وجميلة في اللقطة الماضية، المرور، وبالتالي الدخول والمراوغة وإحراز نقطتين جديدة وجميلة لمصلحة عمال نينوى. نفط الشمال مصطفى فرهاد، مؤمل حسين يا مؤمل، والتصويبة والمتابعة الحاضرة مصطفى عقيل. أحمد جمعة، عمال نينوى قد يقلص الفارق، قد يعود من جديد إلى المواجهة من تحت السلة، والريباوند الحاضر عن طريق عمار وليد. حلوة لهذه المباراة، بدأ رتم المباراة بالتصاعد في هذه اللحظات. حلوة عن طريق عبيدة سامي، عبيدة يمرر، مصطفى عقيل يحاول من تحت السلة، وأيضا عدت لونج باس عمار وليد، ونقطتين أيضا جديدة، نقطتين جديدة لمصلحة نفط الشمال مع فاور شوت لمصلحة الفريق الأحمر. فاور شوت لمصلحة الفريق الأحمر نفط الشمال. عمار وليد، فاور شوت عمار وليد محمود، مثل أندية القلعة، الثورة، الكركوكلي، سولاف، 25 سنة، وبالتالي يتواجد في هذا الموسم مع نادي نفط الشمال. فاور شوت لمصلحة الفريق الأحمر، دقيقتين 50 ثانية، 30 مقابل 23، فارق 7 نقاط، وبالتالي عمار يسجل أيضا، أندوان يسجل نفط الشمال، وبالتالي يرفع الرصيد إلى 31. أحمد جمعة في هذه اللقطة الماضية شاهدنا أحمد، شوف الدخول والمرور، وبالتالي هناك أيضا الحيازة تنتقل لمصلحة فريق عمال نينوى. الحيازة أكرم محمد لاعب منتخبنا الشبابي 22 سنة، وأيضا هناك عبيدة سامي لاعب منتخبنا الشبابي 22 سنة أيضا. عبيدة وأكرم محمد لاعبين شباب، إمكانيات جيدة، وبالتالي توظيف هذه الإمكانيات وهذا المستوى لمصلحة فريق عمال النينوى، اللي أغلب لاعبي المتواجدين هم من محافظة نينوى، ولم يسبق أن مثل أحدهم أي نادي سابق سوى عمال نينوى، باستثناء أحمد جمعة، حمزة محمد، ومحاولة من تحت السلة، وبالتالي ليث جندي، وأيضا لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. الحيازة تنتقل لمصلحة نادي نفط الشمال. اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. سادتي الأحبة، يا من تتابعونا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، مؤمل تصويبة حاضرة، ولكن الريباوند الحاضر أيضا في نفس التوقيت عن طريق فريق عمال نينوى في هذه اللحظات. عمال نينوى البحث عن تقليص الفارق، فارق بسيط في السكور ما بين الفريقين. من الممكن أن يعود عمال نينوى، من الممكن أن يضاعف السكور، وبالتالي نقطتين عن طريق إبراهيم محمد. حلو الريباوند عن طريق هذا اللاعب، والمتابعة الحاضرة لكل الكرات الساقطة من تحت السلة. مصطفى فرهاد الثلاثية، الله عليك يا مصطفى، والثلاثية الحاضرة عن طريق هذا المتألق أيضا مصطفى فرهاد، ثلاثية جميلة، 3 بوينت جميل. أكرم محمد يحاول من تحت السلة، أكرم محمد نشاهد الآن في الصورة، وبالتالي يحصل على نقطتين وفاور شوت. مصطفى فرهاد الثلاثية الجميلة في اللقطة الماضية،
مع أيضا اللقطة الحاضرة والهجوم والارتداد السريع لمصلحة عمان نينوى، وبالتالي الحصول على فاور شوت في هذه اللحظات. أكرم محمد يبحث عن التصويب، وبالتالي إخفاق من أجل تقليص الفارق، والحيازة تعود من جديد لمصلحة نفط الشمال. مؤمل حسين، مؤمل يمرر باس إلى مصطفى فرهاد، وأيضا الكرة الضائعة، وبالتالي بول أوت، والحيازة تنتقل لمصلحة نادي عمال نينوى. البحث عن الثلاثية، المرور من تحت السلة، وأيضا يحصل على نقطتين مميزة هذا اللاعب عمر محمد 34 سنة، ويحصل على فاور شوت. يشترك الآن عمر محمد 34 سنة، متر 90 سنتيم، ويحصل أيضا على فاور شوت، وبالتالي يتقلص الفارق لمصلحة الفريق الأبيض عمال نينوى، على أمل تجديد الفوز أيضا كما حدث في مرحلة الذهاب. حقق فوز 59 مقابل 55 نقطة، يبحث عن تجديد الفوز، إخفاق عن طريق الفاور شوت، وبالتالي عودة الحيازة من جديد لمصلحة مؤمل حسين. نفط الشمال يعود من جديد، يحاول مؤمل يبحث الثلاثية، ولكن أيضا الريباوند والمتابعة الحاضرة، وبالتالي الحيازة تنتقل أيضا من جديد لمصلحة نفط الشمال. اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول سادتي الأحبة. حمزة محمد لونج باس باتجاه أكرم محمد، محاولة تحت السلة، ونقطتين جديدة لمصلحة أكرم محمد. لاعبين مميزين حقيقة، أكرم محمد، حمزة محمد، أحمد جمعة، وبالتالي عبيدة إخفاق في التصويب، وبالتالي يحاول من جديد عمال نينوى. اللحظات الأخيرة من الممكن أن يكون هناك فارق بسيط، من الممكن مرور من تحت السلة حلوة لهذا المتابعة، وبالتالي نهاية مشوار الشوط الأول سادتي الأحبة في هذه اللحظات لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. نهاية مشوار الشوط الأول، شوط شاهدنا سكور ضعيف من النقاط، نتمنى أن يكون هناك الأداء أكثر قوة، وبالتالي 34 مقابل 31 لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. سادتي الأحبة، استراحة قصيرة على أمل العودة مجددا لتكملة المباراة في شوطها الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أحييكم من جديد، ويسرني أن أتواصل معكم مع انطلاق مواجهة عمان نينوى مع نفط الشمال ضمن مباريات جولة الإياب المجموعة الأولى التي تجمع ما بين الفريقين ضمن مباريات دوري كرة السلة المحترفين لهذا الموسم 2026 وقاعة زاخو التي تستضيف هذه المباراة. عمان نينوى صاحب الملابس البيضاء الكاملة، ونفط الشمال صاحب الملابس الحمراء الكاملة. شوط أول انتهى لمصلحة فريق نادي نفط الشمال 34 مقابل 31 نقطة. بداية مشوار الشوط الثاني، ونتمنى أن نشاهد أداء مميزا أفضل في هذه اللحظات. المرحلة الأولى أو جولة الذهاب سادتي الأحبة، المباراة التي جمعت ما بين الفريقين، تفوق من خلال فريق نفط الشمال 59 مقابل 55 نقطة. لذلك يحاول نفط الشمال تحقيق فوز في هذه المباراة أولا كي يعود من جديد إلى المواجهات، وبالتالي تعويض الخمسة خسارات التي تلقاها خلال جولة الذهاب في هذه البطولة. يطمح وحتى الآن يتفوق بفارق بسيط من النقاط، لذلك البحث عن الفوز مهم لمواصلة المشوار في هذه البطولة. مؤمل حسين، مصطفى فرهاد، نفط الشمال يبحث بالتالي عن المزيد من سكور خلال الشوط الثاني. ليث الجندي تمريرة باس مميز تصل إلى عبيدة عامر، و2 بوينت جميلة، 2 بوينتس جميلة ومتقنة، تصويبة جميلة متقنة عن طريق عبيدة، وبالتالي نقطتين لمصلحة هذا الفريق في هذه المباراة. بات باس، وبالتالي تيرن اوفر، فقدان للكرة، محاولة والدخول من تحت السلة والمتابعة عن طريق حمزة محمد. حاضر في هذه اللحظات حمزة محمد، حمزة يحاول يمرر يراوغ يمرر، وبالتالي يرتقي من جديد، وأيضا لم تحتسب هذه النقطتين في هذه اللقطة الماضية. حمزة محمد يحاول عمال نينوى سادتي الأحبة صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، حقق الفوز في مباراتين على حساب نفط الشمال وأيضا على حساب غاز الشمال. يبحث أن يضع من جديد قدم في أول 4 مراكز في هذه المجموعة. مباريات مجموعتين، كل مجموعة 6 فرق، يتأهل 4 فرق إلى مباراة الدور الثمانية، وبالتالي تواجد المحترفين من جديد في دور المحترفين، عودة التميز من جديد. يحاول نفط الشمال عن طريق محمد موفق التصويب، ولكن أيضا المتابعة. محمد موفق اللي سبق والمثل غاز الشمال ومنتخب الناشئين، يتواجد الآن في تشكيلة نفط الشمال. العودة إلى تقنية الIRC في اللقطة الماضية 36، فارق النقطتين فقط لمصلحة نادي نفط الشمال، 36 مقابل 34. ونفط الشمال يبحث سادتي الأحبة عن أول فوز في هذا الدوري، أول فوز في بداية المشوار. نفط الشمال يبحث من خلال بوابة عمان نينوى، ونفط الشمال يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1948. سادتي الأحبة تأسس باسم نادي العمليات النفطية، وفي موسم 77 أطلق عليه نادي واحد حزيران. في عام 2018 تم تغيير اسم النادي إلى نادي نفط الشمال، وبالتالي هناك النتيجة الأبرز لهذا الفريق خلال مباريات دوري كرة السلة العراقية هو في موسم 94-95 عندما حصل على مركز الوصيف، وبالتالي يطمح العودة نفط الشمال إلى الأمجاد، إلى فترة التسعينات، إلى النتائج الإيجابية والمميزة اللي حققها خلال سنوات طويلة من تواجده في الدوري العراقي لكرة السلة. العودة إلى تقنية الIRC، تقنية الIRC حاضرة سادتي الأحبة. شوف اللقطة الماضية، شوف إعادة للقطة الماضية، ولكن يبقى القرار لمصلحة الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم.
هناك أيضا مواجهة بعد هذه المباراة تجمع ما بين زاخو وأيضا فريق نادي سابيس. سوف نشاهد حضور بالتأكيد جماهيري كبير في هذه القاعة التي احتضنت العديد من المباريات، وكان أيضا فريق نادي زاخو أحد الأبرز الأندية المتألقة والمبدعة في جميع المباريات، خصوصا التي تقام في هذه القاعة، وقاعة فريق نادي زاخو وعشاق أبناء الخابور الذين يدعمون الفريق. باس مميز، تمرير عودة من جديد، عبيدة عامر الكوارتر الثالث، المرور، وبالتالي هناك فاول، خطأ لمصلحة فريق نادي نفط الشمال، خطأ لمصلحة فريق نادي نفط الشمال سادتي الأحبة، وبالتالي يبحث عن زيادة السكور في هذه اللحظات عن طريق عبيدة عامر. عبيدة فاول شوت، يخفق في إحراز الرمية الحرة الأولى ويطمح إلى تأكيد الفاول شوت الثاني. يحاول عبيدة، يسجل عبيدة، وبالتالي نقطة جديدة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. هذا هو عبيدة، 37 مقابل 34، فوارق بسيطة جدا في عالم كرة السلة. من الممكن أن يعود عمال نينوى، ومن الممكن أن يضاعف نفط الشمال، وبالتالي يبقى تأكيد، وبالتالي هناك يبقى، ولكن هناك بالتأكيد قد تكون الأخطاء الحاضرة في هذه المباراة من قبل اللاعبين، والحيازة التي تنتقل لمصلحة عبيدة سامي. عمال نينوى يحاول هذا اللاعب، يمرر من تحت السلة وبكل ثقة، ولكن ضاعت وعدت ومرت وبأعجوبة مصطفى عقيل. إهدار المزيد من النقاط، يعني إعطاء الهدايا للفريق المنافس من أجل إحراز النقاط والابتعاد أكثر. مسافة قريبة جدا لهذا اللاعب مصطفى عقيل، 24 سنة، أخفق في إضافة نقطتين، 2 بوينتس جديدة. شوف اللقطة الماضية، هذا هو ليث الجندي، وبالتالي فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب ليث جندي، 26 سنة، يضع البصمة الأولى، الفاور شوت الأول الناجح، وبالتالي يبحث عن نقطة جديدة أخرى لمصلحة نادي نفط الشمال في هذه المباراة، وبالتالي يخفق في الثانية ويعود من جديد محمد موفق، يحرز نقطتين جديدة لمصلحة نادي نفط الشمال. حمزة محمد الكوارتر الثالث، عبيدة سامي، يحاول عبيدة من تحت السلة، الريباوند الحاضر والجميل والمتابعة الحاضرة عن طريق مؤمل حسين يحاول مؤمل. الله الله الله، حلوة يا مؤمل، حلوة لمؤمل حسين، متر 80 سنتيم، يحرز 2 بوينتس جديدة في هذه اللحظات لمصلحة نادي نفط الشمال. يعود حمزة محمد، يبحث، يراوغ، يمر، يحاول الانطلاق، وبالتالي مخالفة المشي الوولك، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. دكتور عمر خليل وأيضا فواز فاضل، والمتابعة الحاضرة. شوف اللقطة الماضية، محاولة للاختراق، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة نادي نفط الشمال. نفط الشمال يحاول، وأيضا سلة كركوك قدمت على مدى سنوات طويلة سادتي الأحبة العديد من الأسماء في عالم كرة السلة، محاولة للدخول، قدمت الكثير من الأسماء التي كان لها حضورا كبيرا في عالم كرة السلة العراقية في هذه المحافظة، محافظة الذهب الأسود. كركوك الحبيبة قدمت، والكل يتذكر فاضل عمر، الكل يتذكر عدنان سعيد 42 مقابل 34، الكل يتذكر عباس محمود، كريم حمزة، لطفي لطيف، خطاب عمر، جمعة عبد الرحمن،
وأيضا هناك عامر عبد الرحمن، وبالتالي أيضا تواجد العديد من اللاعبين في صفوف نفط الشمال. هناك ماجد منصور، فاضل عمر، محمد خير الله، محمد بصراوي، أسماء مثلت نادي نفط الشمال في مواسم سابقة وأعطلت وأبذلت الجهد الكبير وأجزلت العطاء، وبالتالي كان لها تاريخ مميز في عالم كرة السلة في هذه المحافظة. التوجيهات الحاضرة سادة الأحبة، هذا هو فواز فاضل 48 سنة، مدرب عمال نينوى 44، فارق ال10 نقاط لمصلحة الفريق الأحمر. فواز فاضل لعب لأندية الموصل والفتوة تلعفر آسو أربيل، ابتدأ مشوار تدريب في عام 2004 وأشرف على تدريب مدرسة محمد عربو تلعفر عمال نينوى منذ 2008، ولحد الآن يقف على رأس الملاك التدريبي لهذا النادي، يشرف على تدريب الفئات العمرية أيضا على مستوى الشباب والناشئين في نادي عمان نينوى، يطمح إلى الارتقاء أفضل لكرة السلة في هذا النادي. 34 مقابل 24، وبالتالي يتواصل التفوق لمصلحة نفط الشمال، عازم كما ذكرنا لكم عن تعويض الإخفاقات في المرحلة الأولى، وبالتالي يبحث عن التعويض من خلال هذه المباراة، يطمح إلى أن يرد الدين لعمال نينوى بعد الخسارة معه ب59 مقابل 55، يبحث إلى أن يعود من جديد، وبالتالي الابتعاد عن المركز السادس في هذه المجموعة. حمزة محمد عمال نينوى، قاعة زاخو اللي تحتضن هذه المباريات، وهذه المباريات التي تستمر حتى 26 من هذا الشهر. مرور أحمد جمعة، تألق، ولكن التصويبة التي كانت غير حاضرة، وبالتالي مؤمل حسين يعود من جديد لمصلحة نادي نفط الشمال. مهيمن علي يتواجد، هذا اللاعب المغترب. الله على هذا الأسيست الرائع والجميل، الله على هذا الأسيست عن طريق مهيمن علي، اللاعب اللي مثل دجلة جامعة، اللاعب المغترب في السويد 18 سنة، وأيضا التوجيهات تستمر من قبل المدرب الكابتن فواز فاضل مع وجود فاور شوت لمصلحة ليث جندي في هذه اللحظات. ليث جندي فاور شوت ينجح وباقتدار وبكل ثقة يضع النقطة الأولى ويبحث عن الثانية. الدكتور عمر خليل نفط الشمال يحاول عمال نينوى من جديد من تحت السلة، فاول وخطأ لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. هذا هو مهيمن علي سادتي الأحبة. الدكتور عمر خليل توجيهات الحاضرة لفريق نفط الشمال في هذه المباراة، وهذا هو مهيمن. تواجد العديد من اللاعبين المحترفين، هناك أيضا منجد حيدر جمعة في تشكيلة نادي نفط ميسان، وبالتالي تواجد أيضا هناك لاعب آخر يتواجدون في الدوري لهذا الموسم، دوري كرة السلة للمحترفين 2026. حمزة محمد تصويبة حاضرة، ولكن المتابعة الحاضرة أيضا عن طريق الفريق الأحمر. مؤمل حسين نفط الشمال يحاول مؤمل تمريرة باس جميل، ولكن شوف هذا التمريرة الخاطئة بات باس لمصلحة فريق نادي نفط الشمال، والعودة والحيازة تعود عن طريق أحمد جمعة. أحمد جمعة يمرر من أسيست، وبالتالي أيضا هناك خطأ لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. أحمد جمعة لاعب مميز يتحرك في كل الاتجاهات، وبالتالي مصدر ثقة للاعبي فريق عمال نينوى عن طريق هذا اللاعب مصطفى عقيل. فاول شوت، عدم التركيز في
لقطة الماضية والإخفاق في التصويبة. مصطفى عقيل نعم شوف يعود في الثانية ويحرز ويسجل، وبالتالي يبحث عن تقليص الفارق. نفط الشمال ليث جندي، وبالتالي من تحت السلة المرور والمتابعة الحاضرة عن طريق عمر محمد اللي شاهد الآن في الصورة. عمر محمد لونج باس من تحت السلة، ونقطتين ضاعت وعدت، عدت ومرت نقطتين من تحت السلة. يعود مهيمن علي، مؤمل حسين، نفط الشمال 3 بوينتس. الله يا مؤمل، الله عليك يا مؤمل، 3 بوينتس جميلة ورائعة من مسافة بعيدة، وبالتالي 3 نقاط مميزة لمصلحة نفط الشمال في اللقطة الماضية. حلوة لمؤمل، تصويبة بمنتهى الدقة والثقة العالية اللي يتمتع من خلال هذا اللاعب، يصوب وبالتالي يحصل على 3 نقاط. يعود عمان نينوى، حمزة محمد يحاول تقليص الفارق من جديد، يبحث الفريق الأبيض عن تقليص الفارق، والأسيست الرائع والجميل والتمريرة المتقنة عن طريق حمزة محمد، وبالتالي مصطفى عقيل يضع 2 بوينتس جديدة لمصلحة نادي عمان نينوى. يعود مهيمن علي، مؤمل حسين، نفط الشمال مجموعة، سلامات لمؤمل، مجموعة جيدة، والثلاثية الحاضرة والتصويبة الحاضرة والريباوند الحقيقة، الريباوند الجميل عن طريق مصطفى عقيل والمرور من تحت السلة، وبالتالي يحصل على خطأ، يحصل عمال نينوى على خطأ في اللقطة الماضية. حمزة محمد لاعب أيضا مميز، 2 بوينتس لمصلحة الفريق الأبيض. دوري كرة السلة للمحترفين 2026 انطلق في 12 من هذا الشهر بمشاركة 12 فريق قسموا إلى مجموعتين. هذه هي المجموعة الأولى: الدفاع الجوي، نفط الشمال، غازي الشمال، زاخو، عمان نينوى، وسابيس. المجموعة الثانية اللي تقام مبارياتها على قاعة نادي الأرمني في بغداد، دجلة الجامعة، نفط ميسان، اليقظة، الحلة، الكهرباء، والحشد الشعبي. بعد هذه المباراة سوف تكون هناك مواجهة زاخو مع نادي سابيس، وفي تمام الساعة 8 مواجهة غازي الشمال مع البطل الدفاع الجوي القادم وبقوة هذا الموسم، وبالتالي يسعى للحفاظ على لقب ثالث في هذا الموسم ومن خلال مباريات هذا الدوري. غازي الشمال مع الدفاع الجوي في تمام الساعة 8 أيضا في هذه القاعة، وبالتالي تتواجد معكم قنوات شبكة الإعلام العراقي في متابعة ونقل جميع المباريات الخاصة في دوري كرة السلة لهذا الموسم. تايم اوت في هذه اللحظات. المجموعة الثانية في بغداد، هناك أيضا لقاء اليقظة مع نفط ميسان، الحلة مع الكهرباء، الحشد الشعبي مع دجلة الجامعة. أيضا مباريات مهمة، 49-38 لمصلحة نادي نفط الشمال في هذا الكوارتر. سادتي الأحبة، الكوارتر الثالث، الشوط الثاني من هذه المباراة، وبالتالي نفط الشمال يبدو أنه عالج الأخطاء خلال الخسارة في المباراة الأولى. اليوم يعود ويحرز ويسجل العديد من النقاط من السكور، يبتعد بفارق جيد، ولكن يسعى للحفاظ على هذا الفارق حتى نهاية المباراة كي يصل إلى أول فوز في مشواره في دوري كرة السلة لهذا الموسم. إعادة لبعض اللقطات في الشوط الثاني. ليث جندي يصوب، وأيضا شوف هذه التصويبة الحاضرة، وبالتالي انتهاء التايم اوت، انتهاء الوقت المستقطع. الدكتور عمر خليل أعطى التوجيهات والتعليمات، ويبحث عن المزيد من النقاط والحفاظ أيضا على فارق النقاط في هذه المواجهة. عمال نينوى أيضا توجيهات كانت حاضرة عن طريق الكابتن فواز فاضل، وبالتالي الطاقم التحكيمي، وأيضا فاول شوت حمزة محمد
يحرز؟ لا، لم يحرز. تصويبه فاور شوت لم يتمكن من إضافة نقطة جديدة، يسعى من خلال الرمية الثانية إلى إحراز نقطة. نعم، وبكل ثقة يحرز نقطة جديدة عمال نينوى عن طريق حمزة محمد. مؤمل حسين، نفط الشمال، باس تصل إلى مهيمن، مرور وتمرير، ولكن هذه الضائعة، الكرة الضائعة، وبالتالي أيضا التمريرة الخاطئة، وبالتالي الكرة والحيازة تنتقل لمصلحة نادي عمال نينوى. حمزة محمد عمال نينوى، تمريرة تصل إلى عبيدة سامي، يحاول من تحت السلة عمال النينوى، يمرر، وأيضا الحيازة تستمر لمصلحة الفريق الأبيض، هذا هو أكرم محمد، عمر محمد، لا ندري هم أشقاء أم لا، مع تواجد العديد من الأشقاء في منافسات مباريات دوري كرة السلة لهذا الموسم. دخول حمزة محمد، تمرير عمر محمد، يحاول أحمد جمعة، وبكل ثقة نعم يضع نقطتين جديدة، 2 بوينتس جديدة لمصلحة هذا اللاعب، 2 بوينتس لمصلحة أحمد جمعة في اللقطة الماضية. حلوة لأحمد جمعة، لاعب مميز، وبالتالي خاض العديد من المواسم مع فريق نادي الحلة، مع لاعب الآخر حمزة محمد يحمل رقم 5، وبالتالي الدكتور عمر خليل فاور شوت لمصلحة نادي عمال نينوى. حمزة محمد على التنفيذ، فاور شوت في هذه اللحظات، وأيضا يسجل الرمية الأولى، رمية حرة أولى يسجل من خلال هذا اللاعب حمزة محمد. يبحث عن الثانية، المتابعة الحاضرة، وأيضا يحصل على فاور شوت. مصطفى عقيل، خطأ لمصلحة عمال نينوى، أيضا يستمر بالضغط، يبحث عن تقليص الفارق عمال نينوى في هذه المباراة. مصطفى عقيل فاور شوت، يخفق في الرمية الأولى، إخفاق عن طريق هذا اللاعب، تصويبة غير متقنة، وبالتالي ضياع العديد من النقاط. مصطفى عقيل يخفق أيضا في الثانية، كان من الممكن أن يكون هناك تقليص للفارق، عودة مهيمن، تيرن أوفر، وبالتالي أيضا هناك الخطأ لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. بدأ يقترب 49 42 نقطة مع بقاء تقريبا 3 دقائق، 49 42 فارق 7 نقاط، ليس بذلك الفارق الكبير من أجل عودة عمال نينوى أبناء نينوى إلى المباراة. وأيضا نفط الشمال يبحث عن زيادة السكور فيما تبقى من خلال هذه الدقائق من عمر الشوط الثاني، الكوارتر الثالث تحديدا، على أمل الدخول في معترك الكوارتر الرابع، الشوط الرابع أو الربع الأخير، وبالتالي نقطة جديدة لمصلحة عمال نينوى، يتقلص الفارق إلى 6 نقاط، 49 مقابل 43 نقطة لمصلحة نفط الشمال. محاولة باس، تمريرة خاطئة، تمريرة غير متقنة، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. الأعصاب مشدودة عن طريق المدرب الواضح الآن في الصورة فواز فاضل، الأعصاب مشدودة في هذه المباراة للكابتن فواز فاضل، وبالتالي أكرم محمد، وهناك أيضا تايم أوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات، تايم أوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات، قد يبدو لي هو لعمال نينوى.
نعم لعمال نينوى. شوف مصطفى عقيل واحدة من النقاط اللي أحرزها هذه الثلاثية الجميلة. هذه الثلاثية الجميلة حقيقة استمتاع كبير في عالم كرة السلة عندما تشاهد تواجد الثلاثيات الثري بوينتس في كرة السلة. يعبر عن مدى نجاح اللاعب، إمكانيات اللاعب الفنية الرائعة في هذه المباريات، وبالتالي الارتقاء والتصويب بكل ثقة مثل هذه اللقطة عن طريق أحمد جمعة، وبالتالي المباراة تعود إلى الاستئناف من جديد بعد نهاية الوقت المستقطع في هذه اللحظات. الحيازة لمصلحة الفريق الأبيض. أحمد جمعة يمرر من تحت السلة، محاولة عن طريق حمزة محمد، قاطع الكرة، وبالتالي أيضا انتقال الحيازة من جديد لمصلحة النادي عمال نينوى. 49 نعم 43 دقيقتين 45 ثانية. شكرا لزميل المخرج على موافاتنا بكافة التفاصيل في هذه المباراة وكل المجريات في قاعة نادي زاخو التي تستضيف هذه المواجهة. محاولة وتصويبة، ولكن أيضا عدت ومرت مع وجود أيضا خطأ لمصلحة مصطفى عقيل غير راضي عن أداءه في اللقطة الماضية. عدم الرضا الواضح على هذا اللاعب مصطفى عقيل في اللقطة الماضية. 24 سنة، مترتين 7 سنتيمات، واللاعب الأطول في صفوف نادي عمال نينوى مصطفى عقيل. فاور شوت ينجح في إحراز وإضافة نقطة جديدة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. يخفق في الثانية، والريباوند الحاضر والمتابعة الحاضرة عن طريق نفط الشمال. مؤمل حسين، تمرير تصل في الجهة البعيدة، يحاول جندي، يعود جندي. مؤمل حسين يمرر تمريرة متقنة، محاولة دخول، وبالتالي مؤمل البحث والمرور والارتقاء. الله الله الله، مرور وارتقاء وإحراز نقطة جديدة لهذا اللاعب مؤمل حسين. ارتقاء مميز لهذا اللاعب في اللقطة الماضية، وبالتالي الثلاثية. الله 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 الله، الثلاثية الحاضرة عن طريق حمزة محمد بكل ثقة وتصويبة رائعة، وبالتالي الثلاثية الحاضرة، الثلاثية الحاضرة، الثلاثية الحاضرة. عمال نينوى بدأت المباراة ارتفاع في مستوى رتم المباراة مع الوصول للحظات الأخيرة إلى الكوارتر الثالث، وبالتالي الحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأبيض. اللحظات الأخيرة من عمر الكوارتر الثالث سادة الأحبة في هذه المباراة، وبالتالي خروج أيضا اللاعب محمد موفق، وبالتالي الحيازة حمزة محمد، مصطفى عقيل، تمريرة باس باتجاه أحمد جمعة، استلام، مرور، مراوغة ودخول، وأيضا يحصل أحمد جمعة دخول من تحت السلة، وبالتالي يحصل أيضا على فاور شوت في هذه اللحظات. فاور شوت لمصلحة أحمد جمعة، شوتر مميز، إمكانيات جيدة، صانع ألعاب أيضا مميز، يخترق ويصوب ويسجل، وبالتالي يمتلك العديد من المؤهلات، وبكل ثقة يضع نقطة جديدة. أحمد جمعة يضع نقطة جديدة في هذه اللحظات، يبحث عن الثانية من أجل أن يقلص الفارق. نعم يقلص الفارق، يبحث ويحرز ويسجل، وبالتالي نفط الشمال. مؤمل حسين، مؤمل حسين، سوف نشاهد الشوط الرابع، كوارتر الرابع مميز، اختراق، وأيضا هناك فاول خطأ لمصلحة فريق نادي نفط الشمال عن طريق عمار وليد، أو عذرا عن طريق عبيد عامر، وبالتالي يحصل على فاور شوت لمصلحة فريق نفط الشمال. الفريق الأحمر نادي كركوك
أو أحد أندية كركوك. نفط الشمال هناك أيضا غاز الشمال، أندية عديدة. محافظة كركوك قدمت لنا أسماء جيدة: الثورة الكركوكلي، واحد حزيران، نفط الشمال، غاز الشمال. أيضا التألق حاضر بعيدا عن كرة السلة في باقي الفعاليات. في كرة القدم الحضور يتواجد في دوري أيضا الدرجة الممتازة لمصلحة فريق ولمصلحة الفرق محافظة كركوك. أحمد جمعة يتلاعب، يراوغ، يمر وبكل ثقة ويمرر، وبالتالي يحصل أيضا على خطأ. هذا اللاعب مصدر خطورة. أحمد جمعة تألق خلال مباريات جولة الذهاب في كركوك، وأيضا يبدع من جديد في جولة الإياب في قاعة زاخو. أحمد جمعة اللي شاهدناه في الصورة، وأيضا يحصل على باور شوت يخفق في إحراز النقطة الأولى، وبالتالي يبقى السكور واضح دون تغيير. أحمد جمعة يحاول أن يصوب، نعم ينجح في الثانية، وبالتالي يعود نفط الشمال ويعود مؤمل حسين. تمرير عن طريق تصل إلى جندي من تحت السلة، وأيضا يحصل على خطأ. ليث جندي يحصل على خطأ، والترقب الواضح من قبل الملكات التدريبية 53-50. تقلص الفارق سادة الأحبة إلى 3 نقاط لمصلحة نادي نفط الشمال. قد يبعد الفارق الآن الكابتن ليث جندي. فاول شوت نعم ينجح، 54 مقابل 50 نقطة، 54 مقابل 50 نقطة، وبالتالي سوف نشاهد سكور أعلى من المباراة الأولى التي جمعت الفريقين. هناك كوارتر رابع اليوم تسجل هذه المباراة سكور أعلى من المواجهة الأولى اللي جمعت الفريقين. نفط الشمال فاست بريك، جندي يحاول من تحت السلة، مؤمل. الله 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 عليك يا مؤمل. نقطتين جديدة لمصلحة نفط الشمال، وبالتالي 56 يصل إلى النقطة 56. التوغل حاضر، الارتداد السريع لمصلحة الفريق الأحمر. عبيدة عامر تعود إلى مؤمل، يهدئ رتم المباراة. مؤمل حسين يبحث، وبالتالي فقدان الكرة يعود. عبيدة عامر ثلاثية، ولكن أيضا المتابعة الحاضرة، وبالتالي أيضا نهاية مشوار الكوارتر الثالث في هذه اللحظات على أمل تكملة المشوار في الربع الأخير. 56 مقابل 50 نقطة. نفط الشمال حافظ على هذا التفوق سادة الأحبة منذ الكوارترات الأول والثاني والثالث حتى الآن، يسير بخطى نحو تحقيق أول فوز. عمال نينوى يحاول الرجوع خلال هذا الربع الأخير، وبالتأكيد سوف نشاهد الإثارة الحاضرة خلال ما تبقى من عمر هذه المباراة. 56 مقابل 50، 56 مقابل 50، فارق 6 نقاط فقط. ليس بذلك الفارق الكبير في كرة السلة، في عالم كرة السلة سادتي الأحبة، ليس بذلك الفارق الكبير. وبالتالي إعادة أيضا لبعض اللقطات خلال الشوط أو الكوارتر الثالث خلال الشوط الثاني. هذا هو مصطفى عقيل يصوب عن طريق الرمية الحرة، وهذا هو الآخر حمزة محمد، وهذه الثلاثية الجميلة عن طريق حمزة محمد يسجل. وأيضا أحمد جمعة يصوب وبكل ثقة من خلال الفاور شوت، ينجح من خلالها، وهذه اللقطات تستمر، وبالتالي يستمر هذا اللقاء بانتظار نهاية مشوار هذه المباراة ما بين عمال نينوى ونفط الشمال. هناك أيضا مواجهة
سادتي الأحبة، مواجهة بعد هذه المباراة تجمع زاخو مع سابيس، وأيضا المواجهة الثالثة ما بين غاز الشمال مع الدفاع الجوي بطل الدوري للموسمين الأخيرين. سوف يلاقي بالتأكيد نادي غاز الشمال بحثا عن فوز سادس خلال مباريات هذا الموسم. يبحث عن تأكيد الجدارة نادي الدفاع الجوي متصدر هذه المجموعة، وبالتالي المحاولة لعمال نينوى مؤمل حسين مؤمل نفط الشمال الربع الأخير من عمر هذه المباراة. مؤمل يمرر، راجع من جديد، مؤمل يحاول تمريرة متقنة، دخول من تحت السلة، وبالتالي أيضا هناك فاول يحصل على رميتين. عبيدة عامر توغل من تحت السلة ويحصل على بيرسونال فاول، خطأ لمصلحة هذا اللاعب، خطأ لمصلحة عبيدة عامر في هذه اللحظات، ويبحث عن إضافة المزيد من السكور كي يوسع الفارق، وبالتالي يذهب باتجاه الفوز الأول لمصلحة نفط الشمال في هذه البطولة. عبيدة يخفق، الكرة عاندت الدخول في السلة، فاور شوت الثاني والأخير. عبيدة عامر يصوب، نعم ينجح، أخفق في الأولى ونجح في الثانية، ويعود عمال نينوى من جديد. أحمد جمعة، أحمد حركة لعب جميلة، مرور، توغل، بالتالي بكل ثقة، نعم بكل ثقة، ولكن عدت وضاعت ومرت، وبالتالي الانطلاق والأسيست الرائع والجميل من تحت السلة، ونقطتين جديدة، نقطتين جديدة لمصلحة جندي. ليث جندي يحرز 2 بوينت جديدة، حلوة لليث، يصوب وبكل ثقة. ليث جندي يعود من جديد. حمزة محمد، إبراهيم محمد من تحت السلة، نقطتين جديدة أيضا مميزة لأبناء نينوى، لعمال نينوى في هذه المباراة. مؤمل حسين يمرر، باس مؤمل إلى عبيدة يحاول، وأيضا الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. تنتقل الحيازة بعد الإخفاق عن طريق عبيدة عامر في اللقطة الماضية، والحيازة الآن لمصلحة الفريق الأبيض. حمزة محمد، عمال نينوى، الترقب الواضح على أداء اللاعبين مع الربع الأخير من هذه المباراة والتصويبة، ولكن أيضا لم تنجح ولم تفلح تصويبة اللاعب أكرم محمد. مؤمل حسين، أسيست رائع وجميل من تحت السلة، عادت من جديد، انتقلت الحيازة من جديد لمصلحة أحمد جمعة. عمال نينوى من تحت السلة، وأيضا يطالب بخطأ المدرب الدكتور عمر خليل، وبالتالي عمال نينوى يحرز نقطتين، وأيضا هناك فاول شوت في هذه اللحظات. شوف الكابتن فواز فاضل مدرب عمال نينوى سادتي الأحبة، وأحمد جمعة. أحمد المتابعة الحاضرة والريباوند والمتابعة من قبل اللاعب ليث جندي. مؤمل حسين، عبيدة عامر، نفط الشمال، مؤمل ثلاثية، الله ضاعت والمتابعة. إبراهيم محمد، عمال نينوى بدأ بالضغط الآن على دفاعات نادي نفط الشمال من أجل العودة وبقوة في هذه المباراة. بدأ الضغط الواضح الآن من قبل الفريق الأبيض عمال نينوى سادتي الأحبة من أجل العودة إلى المباراة. عبيدة سامي، عبيدة استلام عن طريق حمزة محمد. حمزة يحاول يدخل، يراوغ،
محاولة من تحت السلة، شوف نقاط تهدر بشكل متسرع ثلاثية، الله الله، ضاعت تصويبة من بعيد، ولكن لم تكتمل اللقطة، وبالتالي تعود الحيازة من جديد. الفريق الأحمر مؤمل حسين، إبراهيم محمد، عمال نينوى. شوف التسرع على أداء الفريقين. المباراة تدخل في الشوط الرابع، وبالتالي هذا التسرع الحاضر، ضياع هنا وضياع هناك. نحتاج إلى التركيز، يحتاجون إلى التركيز. دخول عمار وليد من جديد، يمرر باتجاه مؤمل حسين، باس من جديد إلى مصطفى فرهاد. مؤمل يحاول جندي، مصطفى الثلاثية، وأيضا عمار وليد، ليث جندي، مؤمل حسين، وأيضا تعاند السلة، تعاند الفريق الأحمر، ولكن 2 بوينتس جديدة، 2 بوينتس جديدة حاضرة لمصلحة نفط الشمال، حاضرة لنفط الشمال. أحمد جمعة يحاول 3 بوينتس، وأيضا المتابعة الحاضرة عن طريق إبراهيم محمد أو عن طريق عمر محمد. عمر نعم 61-54، يعود الفارق 7 نقاط مع بقاء 6 دقائق 3 ثواني على نهاية المباراة، وبالتالي لا يزال نفط الشمال يتفوق حتى الآن. نفط الشمال يتفوق حتى الآن في هذه المباراة. نفط الشمال مشاهدينا الكرام خسر أمام عمال نينوى، وأمام زاخو، وأمام غازي الشمال والدفاع الجوي وسابيس. خسر أمام الفرق المجموعة جميع المباريات الخمسة اللي خاضها خلال الجولة الأولى. جولة الذهاب يسعى إلى التعويض، وبالتالي حتى الآن هو يتفوق، يبحث عن أول فوز في هذا الموسم على حساب أبناء نينوى، عمال نينوى. عمار وليد انطلاقة هجومية، ارتداد سريع، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة الفريق الأحمر. دخول سريع ومميز عن طريق مصطفى فرهاد في الموسم الخامس مع نفط الشمال، ويبقى الفارق 7 نقاط، 61 مقابل 54، 61 مقابل 54 مع فاور شوت حاضر لمصلحة مصطفى فرهاد، 26 سنة، لاعب نادي نفط الشمال. نفط الشمال يوم غد يلتقي مع زاخو في هذه القاعة أيضا. نفط الشمال يلاعب زاخو يوم غد في ثالث المباريات، وتحديدا في تمام الساعة 8 يخوض نادي نفط الشمال المباراة الثانية إذا ما حقق الفوز، وبالتالي يسعى إلى تأكيد الجدارة أمام فريق متمرس وكبير في عالم كرة السلة، وهو فريق زاخو المعزز بالحضور الجماهيري. وبالتالي المواجهات في هذه القاعة مع هذه النقطتين الحاضرة والجديدة لمصلحة نفط الشمال، مواجهة زاخو في ملعبه وفي هذه القاعة أمام جماهير تعني الصعوبة الكبيرة. جمهور يعشق كرة السلة، أبناء الخابور كما يعشقون كرة القدم يعشقون كرة السلة وبجنون. ومن تحت السلة الله عليك، 2 بوينتس جديدة وجميلة عن طريق مصطفى عقيل. عمال نينوى مؤمل 63 مقابل 56 لمصلحة نفط الشمال. يحاول عمال نينوى، وأيضا 2 بوينتس حاضرة. بدأ تقليص الفارق سادتي الأحبة، 63-58، 5 نقاط مع الوقت المستقطع التايم أوت. في هذه اللحظات فارق 5 نقاط قد يقلب الموازين في هذه المباراة. من الممكن أن يعود جانب من الحضور الجماهيري في قاعة نادي زاخو التي تحتضن مباريات الجولة الثانية لهذا الموسم. بدأ التوافد الجماهير، بدأ وصول
الجماهير إلى هذه القاعة من أجل متابعة المباريات، وتحديدا لقاء زاخو مع سابيس بعد هذه المباراة. وزاخو يحاول الضغط أكثر على فريق نادي الدفاع الجوي في هذه المجموعة. واحدة من المواجهات الكبيرة بالتأكيد التي سوف تجمع زاخو مع الدفاع الجوي، سوف تكون حاضرة يوم الاثنين المقبل. زاخو مع الدفاع الجوي في 23 من هذا الشهر. سادتي الأحبة، سوف تكون موقعة كبيرة في هذه القاعة تجمع ما بين البطل الدفاع الجوي ومع فريق نادي زاخو متخم بالعديد من النجوم المميزين، وبالتالي سوف نشاهد أيضا الإثارة حاضرة في هذه المباراة. خطأ لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. 5 دقائق 10 ثواني متبقي على نهاية هذه المباراة، النصف الأخير من الكوارتر الأخير، الشوط الثاني، وبالتالي الكل يترقب حدوث المتغيرات. الكل يترقب. نفط الشمال يسعى إلى زيادة السكور. مؤمل حسين يمر يتوغل يمرر، وبالتالي الثلاثية وأيضا التصويبة الحاضرة من تحت السلة، ونقطتين جديدة، نقطتين حاضرة وجديدة عن طريق مصطفى فرهاد. عبيدة سامي عمال نينوى 65-58. يبتعد الفارق إلى 7 نقاط الآن، إلى 7 نقاط. يحاول البحث عن الثلاثية، ولكن التصويبة والمتابعة عن طريق حسين زهير. حسين يحاول، وبالتالي مؤمل حسين وأيضا الكرة لمصلحة الفريق الأحمر نفط الشمال لا يزال يبحث عن إبقاء الفارق، لا يزال يبحث عن أول فوز في مشواره في هذا الموسم. إعادة لفقدان الكرة عن طريق حسين زهير، وبالتالي شوف هذا التيرن أوفر، فقدان الكرة عن طريق حسين زهير في اللقطة الماضية. وهذا هو أيضا عمار وليد محمود 25 سنة، تواجد الطاقم التحكيمي المؤلف من هوار حسن الحكم الدولي، كارزان عمر، مروان جهاد، وأيضا حكام الطاولة والميقاتي في هذه المباراة والدقائق الأخيرة. وبالتالي سوف قد نشهد أول فوز لنفط الشمال في هذا الموسم على حساب عمال نينوى الذي تفوق في جولة الذهاب ب59 مقابل 55. المتابعة حاضرة لتقنية الIRC، متابعة للقطة الماضية. شوف هذه اللقطة، وبالتالي المتابعة الحاضرة كي يصدر القرار من قبل حكام المباراة. العودة واتخاذ القرار من قبل حكام المباراة بعد العودة إلى تقنية الIRC، والكرة لمصلحة نادي نفط الشمال. نفط الشمال يبحث عن المزيد من السكور من خلال الفاول شوت الجديد بعد العودة إلى التقنية. فاول شوت لمصلحة نادي نفط الشمال ينفذ عن طريق مؤمل حسين. حديث بالتأكيد عدم الرضا من قبل المدرب الكابتن فواز فاضل مع حكام المباراة، وفاول شوت حاضر سينفذ عن طريق اللاعب مؤمل حسين. فاول شوت نفط الشمال، مؤمل، وبالتالي ضياع
الرمية الحرة الأولى لهذا اللاعب يحتاج إلى التركيز، وبالتالي الحصول على مزيد من النقاط. مؤمل يبحث عن التعويض في الثانية، يخفق أيضا في الثانية، وبالتالي انتقال الحيازة أيضا لمصلحة الفريق. قد تكلف الفريق، قد يندم الفريق على ضياع مثل هذه الفرص من حالة ثابتة، وبالتالي الرمية الحرة التي يجب أن تستغل، وهذه الثلاثية، وجاء التعويض، حضر التعويض ومن تحت السلة، وأيضا مصطفى عقيل حضر التعويض لمصلحة نادي نفط الشمال، يصل إلى النقطة 68 عن طريق 3 بوينتس جديدة وحاضرة ومميزة في اللقطة الماضية. فارق 10 نقاط، نفط الشمال يمضي بثبات في هذه المباراة. نفط الشمال يحاول الحصول على أول فوز في هذا الموسم، الحيازة لمصلحة عمال نينوى. بدأت الحضور، الجماهير الزاخولية بدأت تتواجد في هذه القاعة. هناك مواجهة بعد نصف ساعة تقريبا من الآن، أو أقل من نصف ساعة، ويلتقي فريق نادي زاخو مع نادي سابيس. محاولة لأحمد جمعة والحصول على فاول شوت، محاولة للتوغل والمرور عن طريق أحمد جمعة. شوف اللقطة، وبالتالي الحصول على فاول شوت في هذه اللحظات لمصلحة اللاعب أحمد جمعة اللي شاهد الآن في الصورة. فاول شوت حاضر، أحمد جمعة 68-58. الكوارتر الأخير، الأربع دقائق الأخيرة، قد يكون هناك متغير، قد يحدث المتغير خلال 4 دقائق، وبالتالي عمال نينوى هذا الإخفاق يكلف الفريق. إضاعة الرميات الحرة يكلف الفريق الكثير، وبالتالي البحث عن التعويض، إخفاق جديد والمتابعة الحاضرة، الريباوند الحاضر من جديد. عبيد عامر، مؤمل حسين، مؤمل فرهاد، مصطفى فرهاد، يمرر باس جديد مميز عن طريق مؤمل حسين، يبحث، يمرر تمريره إلى عبيدة من تحت السلة، وبالتالي أيضا يحصل على خطأ. عبيدة عامر يحصل على خطأ. فاول شوت في هذه اللحظات. عبيد عامر، فاول شوت حاضر، رمية حرة أولى، يصوب، يخفق عمر، يخفق عبيد عامر في هذه اللقطة، ويبحث عن إحراز نقطة جديدة في هذه المحاولة، يخفق أيضا، وبالتالي يبقى الرصيد 68 مقابل 58. يحاول ارتداد سريع عن طريق أكرم محمد، عمال نينوى من تحت السلة، ونقطتين جديدة عن طريق هذا المميز أحمد جمعة، يحرز نقطتين جديدة. نفط الشمال، مصطفى فرهاد، أحمد جمعة لاعب مميز، دخول من تحت السلة، وبالتالي يستمر الصراع. عمار وليد، مؤمل حسين، مؤمل، دخول والارتقاء، نقطتين جديدة. يصل نفط الشمال إلى النقطة 70، يصل نفط الشمال إلى النقطة 70 في هذه المباراة. دقيقتين 53 ثانية، أحمد جمعة ونقطتين جديدة أيضا حاضرة لمصلحة عمال نينوى. يتقلص الفارق إلى 8 نقاط. مؤمل حسين، الصراع على الكرة، يحاول فرهاد، وبالتالي
وبالتالي أكرم محمد فاست بريك، وهذه النقطتين الجديدة لأبناء نينوى، نقطتين جديدة عن طريق أكرم محمد، عمال نينوى أبناء نينوى، نقطتين جديدة لمصلحة الفريق يصل إلى النقطة 64. ذكرت أن المتغيرات حاضرة، قد يقلب الموازين عمال نينوى في هذه المباراة، وقد يحافظ نفط الشمال على الفارق حتى النهاية. كل شيء جائز في هذه المباراة، وبالتالي الحيازة من جديد لمصلحة الفريق الأحمر، الحيازة لمصلحة الفريق الأحمر. نفط الشمال مصطفى فرهاد، الحذر من هذه المباراة بالتأكيد أثر على عطاء الفريقين، الحذر من الوقوع في فخ الخسارة، خصوصا فريق نفط الشمال عالج الأخطاء، يبحث عن الفوز وبأي طريقة في هذه المواجهة، يبحث عن تأكيد الفوز من خلال ما تبقى من عمر هذه المباراة. فاول شوت يحصل هذا اللاعب مؤمل حسين، رمية حرة حاضرة، رمية حرة أولى لمصلحة مؤمل حسين. نفط الشمال مؤمل، رمية حرة، يخفق في التصويب، والحرة الثانية أيضا الحاضرة في هذه اللحظات مؤمل مؤمل مؤمل، يسجل، يصل إلى النقطة 71. نعم يصل إلى النقطة 71. عبيدة سامي عمال نينوى، عبيدة يمرر حمزة محمد، باص إلى هذا اللاعب، استلام عن طريق حمزة، مرور عن طريق حمزة، اسيست عن طريق حمزة، وبالتالي نقطتين جديدة حلوة. عبيدة سامي نقطتين واسيست رائع وجميل عن طريق حمزة محمد، وبالتالي عبيدة سامي التفاهم الكبير ما بين اللاعبين يقلص الفارق من جديد إلى 5 نقاط، يقلص الفارق إلى 5 نقاط. دخلنا في الوقت الصعب، دخلنا في الوقت الحرج في عالم كرة السلة. فارق 5 نقاط الآن ما بين الفريقين، وبالتالي هناك فاول شوت لمصلحة نفط الشمال، أخفق في رميتين سابقتين. مؤمل حسين يبحث عن إحراز المزيد، الآن يصوب وبكل ثقة. هذا اللاعب يرفع الرصيد إلى 72 نقطة. اليوم اختلف السكور عن المواجهة الأولى اللي جمعت الفريقين، وبالتالي يصل إلى النقاط 70، 73 مقابل 66، 7 نقاط الآن. عمال نينوى حمزة محمد أو عبيدة سامي، عبيدة فاست بريك سريع ومن تحت السلة، وبالتالي الحصول أيضا على فاول، بيرسونال فاول، رمية حرة، وبالتالي نفط الشمال يحاول أن يسير المباراة حسب رؤيته وحسب إمكانيته الفنية خلال ما تبقى، يحاول أن يقتل ما تبقى من عمر المباراة. توغل ارتقاء عن طريق محمد حيدر، اللاعب اللي سبق وأن مثل أندية الناصرية والتضامن النجفي والحلة، متر 92 سنتيم، هذا هو محمد حيدر. وفاول شوت، رمية حرة أولى لمصلحة هذا اللاعب، يسجل، يرفع الرصيد إلى 74 نقطة. نفط الشمال يبحث عن الثانية، محمد حيدر يسجل أيضا، يسجل محمد حيدر من الثانية، بالتالي يصل رصيد الفريق الأحمر مع الحيازة إلى 75 نقطة. نفط الشمال من تحت السلة، الله، والمتابعة الحاضرة. عمال نينوى حمزة محمد يمرر إلى حسين زهير، يحاول حسين، يحاول، والصراع يستمر على الكرة.
سيطر عن طريق محمد حيدر، باس إلى مصطفى فرهاد، عمار وليد، وبالتالي الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال، مع الاستغراب الواضح لهذا اللاعب أكرم محمد، الاستغراب الواضح، وبالتالي الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. دقيقة 16 دقيقة، نعم، الحيازة لمصلحة نادي عمال نينوى. أكرم محمد، عبيدة سامي، أبناء نينوى، البحث عن تقليص الفارق خلال الدقيقة الأخيرة. لا سلاح سوى الثلاثيات في مثل هذه الأوقات، لا سلاح في مثل هذه الأوقات لتقليص الفارق سوى التصويب الثلاثية من بعيد، وبالتالي يبحث من خلالها نادي عمال نينوى إلى الوصول إلى مثل هذه الحلول، ولكن وقت المباراة بدأ ينفذ. دقيقة الأخيرة، وحمزة محمد يحصل على فاور شوت. حمزة محمد يصوب وينجح في الأولى، يبحث عن النجاح أيضا في المحاولة الثانية. حمزة يحاول، ينجح أيضا، وبالتالي الفارق يصل الآن إلى 7 نقاط. نفط الشمال يحاول قتل الوقت في هذه اللحظات. تمريرة، باس مميز وجميل إلى محمد حيدر، مصطفى فرهاد، عمار وليد، دخول من تحت السلة، وأيضا حاضر والمتابعة الحاضرة عن طريق حسين زهير، عمال نينوى. 30 ثانية الأخيرة، وبالتالي انتقال الحيازة، مطالبة بخطأ، انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. عمار وليد 75 مقابل 68. أعتقد المباراة خلص حسمت للفريق الأحمر. أول فوز في هذا الموسم لمصلحة نفط الشمال يتحقق اليوم على حساب عمال نينوى في هذه موقعة قاعة نادي زاخو في أولى مباريات المجموعة الأولى التي انطلقت اليوم. 75 مقابل 68 النقطة لمصلحة نادي نفط الشمال. ثواني الأخيرة، وبالتأكيد نفط الشمال أول نقطتين في هذا الموسم تتحقق على حساب نادي عمال نينوى. حسين زهير فاول شوت لمصلحة هذا اللاعب، يخفق حسين زهير، يبحث عن الثانية، وبالتالي النتيجة واضحة جدا، التفوق واضح جدا، فارق يعود، وبالتالي تايم اوت. نعم، وقت مستقطع لمصلحة فريق نادي نفط الشمال، وقت مستقطع لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. الدكتور عمر خليل يبحث عن بعث الإرشادات والتوجيهات في آخر رمق من عمر المباراة. البحث، شوف هذه اللقطة عن طريق هذا اللاعب المميز أيضا ليث جندي، وإبراهيم محمد أيضا يتألق ويسجل في سلة الفريق نادي نفط الشمال، والحضور الحاضر، وأيضا تستمر المواجهة، ولكن أعتقد هي حسمت. نعم، هي حسمت رسميا من قبل نادي نفط الشمال. يصل نفط الشمال بعد أن امتلك فقط 5 نقاط من 5 خسارات، يرتفع في الرصيد إلى 7 نقاط، يتساوى مع عمال نينوى في أول مباراة من مباريات المجموعة الأولى مرحلة الإياب. الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. مهيمن يمرر عمال نينوى، صافرة وخطأ.
لمصلحة عمان نينوى الثواني الأخيرة 18 ثانية أخيرة، 18 ثانية الأخيرة، ويحصل أكرم محمد لاعب منتخبنا الشبابي الحالي، لاعب شاب ومميز، متر 95 سنتيم، يحصل على فاور شوت في الثواني الأخيرة من عمر هذه المواجهة. أكرم محمد، أكرم دخول من جديد لإبراهيم محمد، وأكرم محمد فاور شوت، فاور شوت في هذه اللحظات لمصلحة عمال نينوى الذي يتواجد بعد غياب 15 سنة عن الحضور والتواجد في الدور الممتاز، ينجح في إضافة نقطة جديدة يصل إلى النقطة 70، 75 مقابل 70 نقطة لمصلحة نفط الشمال. أكرم محمد وأكرم، والمتابعة والريباوند أيضا لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. فارق ال5 نقاط، فارق 5 نقاط، والتايم أوت أيضا الحاضر. شوف التايم أوت في مثل هذه الحالات قد يغير مجرى المباراة، لكن صعب جدا حقيقة، صعب جدا في 16 ثانية أن تغير فارق 5 نقاط. صعب جدا في عالم كرة السلة أن تغير الواقع الفارق ب5 نقاط خلال 16 ثانية متبقية من عمر هذه المباراة. نفط الشمال إعادة في اللقطات السابقة خلال هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. عمر خليل يحقق أول فوز هذا اليوم على حساب نادي عمال نينوى، بالتالي فارق ال5 نقاط. المواجهة الأولى كان هناك الفارق 4 نقاط، وحتى الآن هو فارق 5 نقاط. سكور بسيط، فارق سكور فقير جدا من النقاط ما بين الفريقين. تقارب المستوى لكلا الفريقين أدى إلى الوصول إلى هذا الفارق البسيط ما بين الفريقين في هذه المباراة. الحيازة لمصلحة عمال نينوى، يبحث عن الثلاثية عمال نينوى، وأيضا انتقاله من جديد، والحيازة تنتقل لمصلحة عمال نينوى من جديد. حمزة محمد، حمزة عمال نينوى، البحث عن الثلاثية من تحت السلة، وبالتالي هناك أيضا خطأ لمصلحة هذا اللاعب. سلامات لأكرم محمد، سلامات لأكرم محمد، وبالتالي هناك أيضا فاور شوت حاضر. سلامات لأكرم محمد يتعرض إلى إصابة بسيطة، ينهض ويكمل المباراة. سلامات لهذا اللاعب. شوف اللقطة الماضية، التمرير الحاضر، محاولة للتصويب من تحت السلة، وبالتالي يحصل على خطأ. فاور شوت حاضر لمصلحة أكرم محمد في 14 ثانية مع متابعة والعودة إلى التقنية، تقنية الIRC من الطاقم التحكيمي للمباراة. عودة من جديد إلى تقنية الIRC مع وصول المباراة إلى اللحظات الأخيرة. يا من تتابعونا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، إعادة من أكثر من زاوية ولأكثر من لقطة اللي حدثت ما بين أكرم محمد ومصطفى فرهاد في اللقطة الماضية، وبالتالي يأتي القرار لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. أكرم محمد يحتاج إلى الهدوء في هذه اللحظات، يبحث عن الهدوء كي يحرز الفاور شوت. نعم، يتمكن من الوصول إلى النقطة 71. عمال نينوى من يدري قد تتجه المباراة إلى التعادل. أكرم محمد الفاور شوت الثاني، وينجح
ينجح أيضا، ينجح أكرم محمد، يعيد الفارق إلى 3 نقاط مع انتقال الحيازة لمصلحة هذا الفريق. يبحث عن ثلاثية، يبحث عن ثلاثية. حمزة محمد تصويبة، ولكن أيضا عدت ومرت، عدت ومرت، عدت ومرت، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي نفط الشمال. كان يبحث عن ثلاثية من أجل أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية، وبالتالي يحصل من خلالها نفط الشمال. خلاص نفط الشمال إذا ما أحرز نقطة واحدة خلاص، حتى لو سجل ثلاثية عمال نينوى فإن الفوز ذاهب بكل تأكيد، وأول نقطتين في مشوار نفط الشمال في هذه اللحظات. محمد حيدر يسجل، محمد حيدر يسجل 76 مقابل 72. محمد حيدر يبحث عن النقطة 77 كي يبقي الفارق إلى 5 نقاط. نعم يبقى الفارق إلى 5 نقاط لمصلحة نفط الشمال. عمال نينوى 3 بوينتس حاضرة، ولكن ضاعت لهذا اللاعب، ضاعت. كان يحتاج إلى التصويب وبدقة عالية من مسافة بعيدة، وبالتالي تضيع على فريق نادي عمال نينوى، تضيع على عمال نينوى. الإثارة دائما ما نشاهدها في اللحظات الأخيرة من عمر مباريات كرة السلة، دائما ما نشاهد الإثارة الحاضرة في هذه المباريات في الرمق الأخير، في الثواني الأخيرة. فاور شوت جديد لمصلحة أكرم محمد، أكرم محمد 77 مقابل 72. أكرم محمد عمال نينوى يضيف نقطة جديدة، أصبح الفارق 4 نقاط، 77 73 نقطة. أكرم محمد الرمية الحرة الثانية، الفاور شوت الثاني، أكرم محمد يصوب، نعم يصوب، يصل إلى النقطة 74، يعود فارق 3 نقاط. الله على هذه المباراة، الله على هذه المباراة. الرمية الحرة الثالثة أكرم محمد ويحصل على نقطة جديدة، نعم يحصل على نقطة جديدة، يصل إلى النقطة 75 77 75 نقطة لمصلحة نفط الشمال. الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة. عمال نينوى يحاول، ولكن هذه هي صافرة الختام. مبارك لنفط الشمال، أول فوز في هذا الموسم على حساب عمال نينوى، 77 مقابل 75 نقطة. حظ أوفر لعمال نينوى في باقي المباراة. سادتي الأحبة، أتمنى أن أكون قد وفقت معكم في نقل أحداث هذه المباراة. لقيانا وإياكم في أقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.